السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وسعادة يا رب. حبايبنا جوه مصر، حبايبنا بره مصر، حبايبنا جوه القناة، حبايبنا بره القناة، نحبكم في الله. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وسعادة يا رب. ربنا يرزقكم الخير دايما. طبعا يا جماعة احنا هنتكلم عن فيديو مهم جدا، وهو معظم الناس بتسأل عليه. فيديو يا جماعة بيتكلم النهاردة عن الزغلول الكبير والزغلول الصغير، بالعلم بما ان يعني ان هما في عش واحد. تمام يا جماعة؟ يعني مع العلم ان الزغلولين في عش واحد، بتلاقي زغلول كبير وزغلول صغير، وبشوف على الجروبات وبشوف على الواتس وبشوف على الماسنجر حاجات، يعني مشاكل كتير قوي وتخص اخواتنا المبتدئين. يقول لك احنا عايزين نحل مشكله الزغلول الكبير والزغلول الصغير. طبعا يا جماعه بالنسبه للزغلول الكبير والزغلول الصغير، في زغلول بيطلع قبل التاني طبعا بيوم. فاحنا مبدئيا كده، اول الحمام عندك ما يحصل اول حصوايه، حاول ان انت تشيل الحصوايه الاولى زي كده. حاول ان انت تشيل الحصوايه الاولى من تحت الحمام. ليه بقى؟ لحد الحمام ما يجيب الحصوايه التانية، وتبدا ان انت تاخد الحصوايه الاولانيه اللي انت شيلتها تحطها تحت الحمام، اصبح حصوتين كده تحت الحمام. يعني اول حمام عندك ما يبيض الحصوايه الاولى شيلها، تمام، ما تخليش بيض تحت الحمام خالص. واول ما يحط الحصوايه التانية، رجع الحصوايه اللي انت شلتها، حطها مع اللي هم لسه واضعينها، يبقى كده حصويتين تحت الحمام. دي طبعا عمود اساسي، لان طبعا لما بتسيب اول حصوايه تحت الحمام ويجي تاني يوم يفوت يوم ويجيبها في التالت يوم الحصوايه التانية، بتلاقي اول زغلول بيطلع بيبدا الاهل يلبنوا الزغلول ده، فبيبدا الزغلول ياخد الغذاء كويس بتاع الاهالي في اول قطفه من الاول كده. وبعد كده الزغلول التاني يقعد يوم، والحصوايه التانية تقعد يوم، وبعد كده اليوم اللي بعده تطلع حصوايه، يكون الزغلول الاولاني بقى ما شاء الله زي انتوا بتشوفوا كده، وبتشوفوا في معظم المشاكل معاكم. فالنهارده هنحل المشكله دي. يبقى اول حمام ما يبيض الحصوايه الاولى شيلها، وركب ما يبيض الحصوايه التانية، حط الحصوايه اللي انت شلتها بقى كده الحصويتين مع بعض تحت الهاله عشان يطلعوا الاتنين مع بعض، تمام، في يوم واحد. بالنسبه بقى للزغلول الكبير والزغلول الصغير يا جماعه، عشان الناس اللي بتشتكي، شيل الزغاليل من تحت الاهالي واكلف الاهالي كلفه نضيفه وميه. وبعد كده شيل الزغلول الصغير، شيل الزغلول الكبير وسيب الصغير هو اللي موجود في الطاجن. اول الاهالي ما توكل الزغلول اللي في الطاجن كويس، تيجي رايح انت حاطط الزغلول الكبير تاني مكانه. طبعا انا عامل الفيديو ده يا جماعه عشان انا مطولش عليكم، عشان اخواتنا المبتدئين يكونوا متابعيننا وبيشوفوا الفيديوهات. انا ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو بس مباشر، اعمل لكم بس مباشر على اليوتيوب عشان خاطر الناس كلها تستفاد، ونعمل لكم ان شاء الله حاجه عملي. وان شاء الله كلكم تكونوا متابعيني على اليوتيوب ومتابعين كل الحاجات دي على اليوتيوب يا جماعه، عشان اقدر نشرحها لكم. واللي عايز يسالنا اي سؤال في البث انا ان شاء الله اقدر افيده. تمام يا جماعه؟ ما تنسوش يا جماعه الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس. وما تنسوش تصلوا على النبي عشان انتوا تستفادوا واحنا كمان نستفاد. كان معكم ابو مليكه العكيمي لتربيه الحمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.